السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل حبايبنا. طالب منكم دعوات بس كده إن ربنا سبحانه وتعالى يكمل الدورة دي على خير كده، ويا رب يعني زي ما الواحد بيساعد الناس ويتمنى لها الخير، برضه ما تنسوناش في دعواتكم. طبعًا إحنا عارفين طبعًا لحم يعني اليومين دول سعره في الأرض بالنسبة للفراخ البيضا والبلدي برضه والبط وكله يعني. فطبعًا قررت إن أنا أوقّف شوية تربية فراخ بيضا، وقلنا بقى ننزّل كده دورة بط، منها إن إحنا برضه نفيد إخواتنا وحبايبنا كده بمعلومات عن البط وأنواعه وتفاصيله وتحويله وأكله والكلام ده كله، وبرضه في نفس التوقيت كمان نهدّي اللعب شوية لحين ما ربنا ييسّر الحال كده، ويعني يا إما سعر اللحم يتضبط، يا إما أسعار العلف تهدى شوية. طبعًا الكتكوت ده طالع نازل، ولكن إحنا بنتكلم والله الواحد مش عايز الدنيا تغلى، بس هو الواحد عايز في الآخر إن هو يلاقي لقمة عيش يعني تطلع له. بعيدًا بقى عن قصة إن أنت في الآخر إيه اللي يغلى وإيه اللي يرخص، أنا مش عايز اللحم يغلى، ما هو في الآخر ما في برضه مستهلك ودول إخواتنا برضه في الآخر، بس كذلك برضه على الأقل حتى سعر العلف مثلًا ينزل، تبقى الدنيا ضبطت معانا إحنا كمربيين، لكن إحنا في الآخر بنطحن يعني. ما علينا، المهم إحنا طبعًا الناس اللي حبايبنا اللي متابعينا، إحنا في الدورات اللي فاتت كنا جربنا لكم الورد وجربنا المسكوفي ووريناكم كل تفاصيله من بداية من عمر اليوم لحد ما ربنا كرمنا وذبحنا، الحمد لله والشكر لله. النهارده بقى جبنا لكم حاجة اسمها بط ستار. البط الستار دوّة أنت ممكن تشوفه وهو صغير تفتكر إن هو بط أبيض، ولكن لأ، هو البطاية نفسها ما شاء الله أكبر شوية من البط الأبيض. أجيب لكم حاجة كده أوريها لكم كده أهوّة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهو بسم الله أهو، بسم الله ما شاء الله. ده البط الستار، البطاية نفسها حجمها وهي عمر يوم زيها بالضبط زي البطاية المسكوفي والمولر، تمام. ده ما شاء الله تحويله بيكون أعلى، يعني يعتبر زيه زي المولر تقريبًا. طبعًا هو بيتميز إن سعر البطاية نفسها أرخص شوية. جبنا لكم برضه المولر ده يا جماعة مولر أو بغال، ده مش مسكوفي، عشان في ناس بتبيعوا عليه إن هو ده مسكوفي بيضحكوا عليكم، يقول لك ده مسكوفي، هو بُص لأ ده يا جماعة مولر مش مسكوفي. يعني كنت عايز أجيب لكم بط مسكوفي برضه عشان أوريه لكم على الدورة دي بحيث نعمل يعني مقارنة بين ال3، بس الحمد لله ما كانش فيه مسكوفي. وجبنا بقى شوية بقى كده كتاكيت فرز ديوك، كتاكيت رز فرز ديوك عشان خاطر البيت والاكل ورمضان كل عام وانتم بخير. طبعا ورينا لكم الدورات اللي الناس معانا، طبعا شافت البلدي وشافت الابيض والتفاصيل دي كلها، وربنا البياض الحمد لله والشكر لله. طبعا انا لسه جايب الحاجه حالا ومنزلها، يعني انا لسه حتى ما ظبطتش الدنيا. طبعا هنكمل بيت الارضيه بشبك زي اللي احنا شايفينه دوت، زي ما احنا متعودين ان احنا نربي على شبك على حاجه نظيفه. طبعا المره دي ما كملتش في البطاريه عشان خاطر العدد بس شويه، كان بغير المكان كده وبنقل ظبط الدنيا. معانا شمعه حراريه ومعانا لمبه برضه حراريه. الميه تحت مصدر التدفئه عشان خاطر الناس اللي بتشتكي ان الرطوبه عندها قليله، الميه اهي تحت مصدر التدفئه عشان خاطر الحراره تبخر الميه ترفع معايا الرطوبه شويه. المومتر بتاعي فوق راس الكتكوت بحوالي 5 سم عشان اعرف الدنيا فيها ايه، متابع دنيتي تهويتي تمام كده. الحاجه بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايف، اللي بياكل اللي بيشرب اللي بيلعب الحمد لله والشكر لله. طبعا هم متابعين كلهم عند الميه. طبعا انت الحاجه لسه يعني جايبها لسه يعني لسه نازله من العربيه على طول، فطبعا الحاجه لسه دلوقتي عطشانه تستكشف الدنيا، تمام. اهو بسم الله ما شاء الله الحاجه اهي قدامك، بسم الله ما شاء الله تلعب اهي وحلوه. اتمنى بس انكم انتوا يعني تدعوا لنا بالانها تكمل على خير، تمام كده. طبعا برضه نصيحه بقولها لكل اخواتي، لما تيجي تنزل دوره عندك ايا كان هي ايه، على الاقل اول 3 ايام لازم تكون موفر نفسك ليهم. يعني ما تجيش تقول انا عندي شغل فهحطهم اكل وميه بقى وهم يعيشوا مع حالهم، الكلام ده مش صح. حاول تظبط وقتك، عرفت تاخد اجازه يعني مثلا نزل يوم الخميس وادخل الخميس وجمعه وسبت لو انت اجازتك جمعه وسبت كده، يعني مثلا تقف الفتره اللي هتراقب نيتك فيها ايه. تعمل معاك الدوره يوم بيومه واحده واحده ان شاء الله. باذن الله برضه الدوره دي للناس اللي عايزه تشتري بط ان شاء الله باذن الله ده هيطلع منها بيع لاخواتنا طبعا المتابعين وكل حبايبنا ان شاء الله باذن الله. لو حد برضه محتاج حاجه يقول لي. ما شاء الله طبعا الحاجه اللي هناك اللي انت شايفها دي كده دي مش تعبانه، دي لسه عندها لسه عشان ما شربتش ولا كلت، لسه مجدع هنعيش واحنا دلوقتي كده اهو، هو بدا يتحرك تمام. على كده يعرف مكان الاكل والشرب. نتمنى كل خير. لو حد محتاج حاجه انا تحت امركم. سلام.